كيبدا الفيلم ديالنا سنة 1935 في مدينة فوشان الصينية، وكنعرفوا أن ناس المدينة كانوا مسالمين بزاف وكانوا كيمارسوا الفنون القتالية كهواية. ومع مرور السنين ولات مدينة فوشان أشهر مدينة كتعلم الفنون القتالية في العالم، وفيها مدارس كثيرة كتعلم هاد الفنون. وكنشوفوا من بعد طيارة ورقية طاحت في دار واحد سميتو اي بي، وكيجي من بعد واحد سميتو ليو وكيقابل اي بي في دارو. ليو عنده مدرسة ديال الفنون القتالية وبغى يتحدى اي بي، وكيقول ليه سمعت انك محترف في الكونفو وعندي رغبه نتحداك. واي بي كيجاوبو وقال ليه ما يمكنش دابا حيت كنفطر مع العائله، ولكن ليو كان مصمم يلعب معاه فقال ليه غادي نتسناك. اي بي طلب منه يجلس وياكل معاهم، ومراته كانت مقلقه حتى ما بغاتوش يخليهم يمشي يتقاتل. من بعد ما كملوا فطورهم كيجي وقت النزال بيناتهم، وفي نفس الوقت كيجي ولد سميتو يوان طلع لصور الدار ديال اي بي باش يجيب طيارته اللي طاحت. والقتال بدا بين اي بي وليو، ولكن ليو ما قدرش يضرب اي بي حتى ضربه، حيت اي بي كان كيطاكي كل الهجمات وكيبان انه محترف في الكونفو، وكان فعلا شد ليو ودقدقو. وفي نفس الوقت يوان كان كيتفرج واي بي بدا يهاجم ليو، وليو ما كانش عنده حتى فرصه باش يربح، واي بي ضربو ضربات بسرعه في وجهه. ومن بعد ما سالت الكومبا وغلب اي بي، ليو شكرو وقال ليه تعلمت منك بزاف، وطلب منه ما يقول حتى لواحد بلا تغلب. واي بي قال ليه ما تقلقش ما غادي يعرف حتى واحد. ولكن بجوجهم ما كانوش عارفين بلا يوان شاف كل شيء. ويوان مشى للمطعم وبدا يحكي للناس على الكومبا اللي دارت بين اي بي وليو، وقال لهم بلا اي بي غلب ليو بكل سهوله وليو خسر وتبهدل. وقال لهم كنت كنتخيل ان ليو كيعرف يتقاتل، ولكن من بعد اللي شفت عرفت بلا فاشل في الفنون القتاليه. وفي هذه اللحظه كيدخل اي بي المطعم وكيجلس مع صاحبو تشوان، والكارسون لين كيطلب لهم الماكله، ولين كيسول اي بي قال ليه سمعنا بالله غلبتي ليو بسهوله. واي بي كيستغرب وقال ليه كيفاش عرفتي، ولين كيقول ليه خويا يوان كان في المطعم وعاود كل شيء. ومن الجهه الاخرى ليو كان في المدرسه ديالو ديال الفنون القتاليه وكيحيي الطلاب ديالو، وكيجي طالب وكيقول ليه سمعت انك خسرتي ضد اي بي. وليو كيتصدم وكيقول ليه منين عرفتي. فالطالب قال ليه يوان حكى كل شيء في المطعم والمدينه كلها ولات عارفه. فليو كيتعصب وكيمشي للمطعم. هنا تشوان كان كيقول اي بي انه غادي يفتح مصنع ديال الملابس، وبغى اي بي يكون شريكو حيت كيعرفوا من اغنياء المدينه. وفي هذه اللحظه كيوصل ليو وكيشد يوان وقال ليه اش هاد الهضره اللي قلتي عليا، راك شوهتي السمعه ديالي. ولين كيتدخل وكيحاول يهدي ليو، وكنعرفوا ان لين طالب في مدرسه ليو. وليو كيقول ليه اللي دار خوك ماشي معقول، انا معلم الفنون القتاليه، كيفاش الطلاب غادي يبقاو يدربوا عندي الا عرفوا اني خسرت. وكيكذب على الناس، انا اصلا ما تقاتلتش مع اي بي. ولين كيحاول يهديه وكيقول لخوه تسامح مع ليو، ولكن يوان قال ليه علاش نطلب السماحه، انا قلت غير الحقيقه، راه المعلم اي بي في المطعم سيروا سولوه. ويوان كيجي عند اي بي وسولوه واش بصح غلبتي ليو، واي بي سكت وما عرفش شنو يقول. ليو قال اي بي خصك تتكلم وتقول بالله هادشي ما وقعش وترجع ليا كرامتي. ولين كيشد خوه كيقول ليه انت كذاب، وحتى الى هاد المباراه وقعات ما خصكش تهضر عليها قدام الناس، راك بهدلتي ليو. ولكن يوان كان معصب وقال انا كنقول الحقيقه. فلين كيهبط سروال يوان وقال ليه هذا هو الاحراج. فيوان كيتقلق بزاف وخرج. فهاد اللحظه كيجي بوليسي وكيقول لهم مالكم دايرين هاد الصداع، وقال لهم واش كتحسبوا راسكم مازالين في زمان الفنون القتاليه، راه حنا دابا في عصر السلاح. فاي بي كينزل يد البوليسي وكيطيح ليه الشارجور من الفردي وكيقول ليه ما خصكش تغلط فينا حيت كنحبوا الفنون القتاليه وما كانش خاصك تهددنا بالسلاح. وكيقول ليه نوجد لسي البوليسي واحد الطبله على حسابي. فاي بي كيرجع عند صاحبو تشوان وكيعطيه الفلوس وقال ليه انا ما غاديش نشارك معاك، قد ما كنفهمش في اللباس، ولكن خذ هاد الفلوس باش تقدر تحل المصنع ديالك ورجعهم ليا كيف ما بغيتي فاش تبدا تربح. فتشوان كيعجبو هاد الكلام وكيطلب من اي بي طلب، كيقول ليه علم ولدي الفنون القتاليه. من بعد كيجي لين باش يشوف اي بي وقال ليه تعلمت شويه الحركات من المعلم ليو وبغيت نتدرب معاك ونجربهم. فاي بي كيوافق انهم يتدربوا مع بعضياتهم، وكنشوفوا بلا الناس بداو كيتجمعوا باش يتفرجوا. ولين كيجرب يهجم على اي بي ولكن ما قدرش، واي بي كيغلبوا بسهوله وبلا مجهود. والولد ديال اي بي كيجي باش يوري لباه الرسمه اللي رسم، ولكن اي بي قال ليه ماشي دابا من بعد. فمراتو تشينغ تعصبت من هذا التصرف. ومن بعد اي بي كيغلب لين وطيحو، وتشينغ كتمشي للناس اللي كيتفرجوا كتقول لهم واش ما عندكم ما يدار من غير الفنون القتاليه. والناس كيمشيو ولين كيتاسف لتشينغ وكيمشي. وتشينغ كتشوف اي بي وكتقول ليه شوف الرسمه ديال ولدك اللي كان باغي يوريها لك، وحاول تعطيه شويه من وقتك وتهتم به بلاصه ما كل همك هو الفنون القتاليه مع صحابك، وكتخليه وكتمشي. فاي بي كيشوف الرسمه اللي رسم ولده وهو كيتدرب مع لين. في النهار الثاني كيجيو شي ناس من واحد القريه بعيده من المدينه وكيمشيو لشارع الفنون القتاليه اللي كان عامر بالمدارس، وكيوقفوا عند المدرسه
والرئيس ديالهم اللي سميتو جين كيسول شكون مول هاد المدرسه. فالمعلم كيقول ليه انا صاحب المدرسه. فجين كيقول ليه انا جيت لهاد المدينه حيت سمعت بلا عامره بمعلمين ديال الفنون القتاليه، وانا غادي نتحدى اي معلم هنا وغادي نغلب اي واحد. فالمعلم كيرد عليه وكيقول ليه وانا قبلت التحدي، يلا السي الفلاح نجربوا. وبجوجهم كيتواجهوا كيبدا القتال، وجين كيبان انه قوي بزاف وكيشد المعلم وكيطيحوا، والمعلم ما قدر يدير والو. وجين كيهينو قدام التلاميذ وقدام الناس، ومن بعد عطاه ضربه قويه وطيحوا على الارض. من بعدها جين كيمشي عند المدرسه اللي موراها وكيسول التلاميذ شكون المعلم ديالكم. فالمعلم كيتقدم ليه وكيقول ليه انا هنا واجهني بالسيوف. وجين كيجبد السيف وكيبدا القتال، والمعلم كيهجم عليه بسرعه، ولكن جين كيتفادى الضربات ديالو. ومن بعد كيهجم عليه جين وكيغلبو بسرعه وكيقول ليه واش كنتي باغي تقتلني. وكيمشي يشوف التلاميذ ديال المدرسه اللي موراها واللي هي مدرسه المعلم ليو، ولكن التلاميذ كيجاوبوه وكيقولوا ليه ان المعلم ديالهم ما كاينش. وفي ديك الوقت اي بي كان يلاه فاق من النعاس ومشى عند مراته وولده وحاول يصالحهم، ولكن ولده كان باقي مقلق منه. شويه جالين عند الدار ديال اي بي وكيشاور ليه باش يمشي عنده. فاي بي كيقول ليه دابا انا مع العائله. فعلين كيقول ليه انا ما جايش باش نتقاتل، بغيت نهضر معاك في واحد الحاجه. فاي بي كيمشي ليه وكيقول ليه شنو واقع. فلين كيحكي ليه على دوك الشباب اللي جاو من القريه وتحداو المدارس وغلبوا المعلمين بسهوله، وكيقول ليه يلاه تشوف بعينيك. ولكن اي بي كيقول ليه دابا ما نقدرش نمشي. وفي هاد اللحظات جين كيواجه المعلم ليو، ولكن هاد المره ليو كان ند قوي لجين، والقتال كان متساوي في البدايه، ولكن جين كيضربوا برجلو وكيطيحوا، والمعلمين اللي تغلبوا كيطلبوا من ليو يرد لهم الاعتبار، ولكن جين كيسيطر اكثر على القتال وكيطيح ليو. ومن بعد كيخرج جين من المدرسه وكيقول للمعلمين ديال المدينه بلا فاشلين وما كيعرفوش يتقاتلوا، وكيجلس جين مع صحابو كياكلوا في واحد البلاصه وكيقول حنا خاصنا نفتحوا مدرسه لتعليم الفنون القتاليه وغادي نكونوا رقم واحد في المدينه. وصاحب المطعم كيقول جين واش انت حاس براسك قوي حتى ربحتي شويه ديال الاغبياء؟ منين تربح افضل واحد في المدينه عاد هضر معايا. فجين سولو على شكون اقوى مقاتل في المدينه، فالراجل قال ليه اي بي طبعا. فجين قرر يمشي يتحدى اي بي ومشى هرس باب الفيلا ودخل. ولد اي بي شافو ومشى جرى عند باه، واي بي خرج يقابل جين وفهم بالله هذا هو الراجل اللي غلب المعلمين، وقال ليه انت جاي لعندي وجمعتي هاد الناس كاملين باش تحداني. فجين قال ليه هاد الشيء اللي كاين، انا بغيت نفتح مدرسه لتعليم الفنون القتال. فقال ليه اي بي الا بغيتي تفتح مدرسه سير قلب على شي بلاصه ماشي تجي تحداني، يلا جمع راسك وسير من هنا. ولكن جين كيتبعو حتى لداخل وقال ليه واش خايف مني ولا شنو؟ فجاوباتو تشينغ الدار ماشي بلاصه ديال القتال، يلا خرج من هنا. ولكن جين قال تشينغ ما تخافيش على راجلك، انا غادي غير نتقاتل معاه ما غاديش نقتلو وغادي نغلبو بسرعه وبيد وحده. وكل الناس بدات كتطلب اي بي يلا غلبو، وتشينغ ما عجبهاش الكلام ديال جين على راجلها وقالت الاي بي غلبو ولكن ما تهرس حتى حاجه في الدار. واي بي قال ليه دابا خديت الاذن ديال القتال. وجاو البوليس لدار اي بي وقال الضابط خرجوا كاع الناس برا وسدوا الباب، وقال ليه الضابط في ودنو رد لينا كرامتنا وغلب حد الفلاح. والضابط خرج كاع الناس وبدات المعركه ما بين جين واي بي. جين كان كيحاول يضرب اي بي ولكن اي بي كان فنان في المراوغه وكل الضربات ديال جين ما وصلوش، فجين ما عرفش يضرب حتى ضربه واحده وبالخطا هرس المزهريه وقال ليه ما تقلقش غادي نخلصها. جين حاول يهجم عليه مره ثانيه ولكن هرس هاد المره الطبله وقال ليه بلا ما تقلق غادي نخلصها حتى هي. ولد اي بي جا وقال ليه ماما قالت لك خاصك تهاجم ولا الدار كلها غادي تهرس، وهذه كانت الاشاره الثانيه لاي بي باش يبدا الهجوم. وفعلا اي بي بدا كيضرب ضربات قويه طيحوا جين حاول يهجم عليه ولكن اي بي شدو وعطاه ضربات قويه حتى طيحوا على الارض قدام وصحابو هزوه وكانوا خارجين به، ولكن جين رفض يستسلم، جبد السيف وعاود هجوم ولكن ما فرق مع اي بي والو. اي بي خدا واحد الريشه وكيضربوا بها على راسو في وجهه وشليه الحركه من تحت دراعه. جين وصحابو ما كانوش فاهمين شنو واقع، واي بي قال ليه انا غادي نسالي هاد المعركه، وبدا اي بي كيضربو حتى طيح السيف من يد جين. من بعد اي بي غلبو بلا اي مجهود. جين قال ليه الشمال خسر من الجنوب، فقال ليه اي بي الموضوع ما عنده علاقه منين جاي، المشكله في الشخص اللي قدامك. واي بي خرج جين من الدار وهو مدلول وراسو في الارض والناس كانوا كيهللوا فرحانين فيه، ودخلوا الناس عند اي بي وكيشكروه حتى رد لهم كرامتهم. ثاني نهار نزل اي بي للسوق باش يشري شي حاجات، وكل اهل المدينه كانوا كيعطيوه هدايا لاي بي حتى ربح الود الفلاح ورفع لهم راسهم. واي بي من بعد ما رجع للدار لقى ناس كثار كيتسناوه وكانوا باغيين اي بي يدربهم. وتشوان قال اي بي ولدي خاصو يكون اول طالب عندك. رد عليه اي بي كتعرف انا ما كنبغيش يكون عندي طلاب. والضباط بداو كيحرسوا الفيلا ديالو وكيخليو الناس يعيطوا باسم اي بي.
ودازت الايام ووقعت حرب بين الصين واليابان هي اللي ربحت الحرب واحتلت الصين. ومن بعد الحرب وقعت مجاعه في الصين لدرجه ان الناس ما لقاو ما ياكلوا. الجيش الياباني كان كيقتل الصينيين في الشارع. ومن بعدها اليابان دخلت لمدينة فوشان ودمرتها تماما، ونقص عدد سكان فوشان من 300 ألف ل 70 ألف بسبب المجاعة والإبادات. وخذوا الفيلا ديال اي بي باش تكون مقر الجيش الياباني. وعائلة اي بي تشردوا وصبحوا بلا مأوى ومشاو عاشوا في دار قديمة، ولكن حالتهم كانت خايبة وما كانش عندهم الفلوس باش يشريو الماكلة. من بعد ما كان اي بي من أغنياء المدينة، اي بي كان كيضحك في وجه مرته باش ما يحسسهاش بالمعاناه، ولكن فاش كتمشي مرته اي بي كيبقى فيه الحال وكيتالم. فشاف ساعه ديال الذكريات اللي كان كيبغيها بزاف وقرر يبيعها باش يجيب الروز باش يوكل عائلته. والبياع عطاه روز بزياده حيت كان عزيز عليه اي بي. وشافو تشوان اللي كان خدا الفلوس من اي بي باش يفتح مصنع ديال الملابس، وتشوان خدا اي بي لمصنع الملابس. فاي بي سولو شنو رجعك لفوشان. تشوان قال لي حطيت كاع فلوسي في هذا المصنع وما نسيتش انك سلفتيني الفلوس، ولكن للاسف دابا ما نقدرش نرجعهم ليك، ولكن غادي نعطيك 10% من ارباح المصنع. ولكن اي بي فهم ان تشوان كان كيحاول يساعده باي طريقه، ولكن اي بي ما كيبغيش يكون ثقيل على شي حد. فجمع راسو ومشى ورجع لعائلته باش يعطيهم الماكله. فواحد النهار تشينغ عيات بزاف واي بي جلس حداها ووجد ليها شي حاجه تشربها وقالت ليه شحال بقى ديال الروز في الدار. قال لها اي بي ما تخافيش غادي ننزل نقلب على خدمه. في الاول ما كنتش باغي نخدم ولكن دابا ما كرهتش. ومشى اي بي كيقلب على خدمه في شحال من بلاصه ولكن ما لقى والو حتى شاف واحد الرجل غني كيختار عمال المنجم. اي بي دخل وسط الناس والرجل الغني ملي شاف اي بي سولو شنو كدير هنا، واش كتقلب على خدمه، يلا تعال معنا. واي بي مشى للمنجم وبدا في تماره وكيشوف ليه وكيعيط ليه. وكل العمال اللي في المنجم كانوا عارفين اي بي وكيحبوه. واي بي كيقول لين علاش كل العمال هنا كيتقنوا الفنون القتاليه. لين كيقول ليه صاحب المنجم كيحب هاد الفنون فخدم ناس كانوا طلاب فنون قتاليه. ومن بعد ما جا وقت الغداء اي بي حط نص الماكله في جيبو باش يديها لعائلته. ولين ملي شافو دار هادشي عطاه نص الماكله ديالو. واي بي شكرو وكيسولو على خو ايوان. قال ليه خويا من نهار تخاصمنا في المطعم ما شفتو وما عرفتش فين مشى وكنتمنى نشوفو باش نتسامح معاه. لين بدا كيقلب على علبه صغيره كانت معاه. ومن بعد كيجي واحد المترجم سميتو لي ومعاه عقيد ياباني. ولي كيقول ليه العقيد بلا بغى شويه المقاتلين باش يتقاتلوا مع رجال يابانيين واللي غادي يربح غادي ياخذ كيس ديال الروز. في هذيك اللحظه لين وشحال من واحد رفعوا يديهم واي بي كان كيحاول ينبه لين وقال ليه ما تمشيش وخليهم، ولكن لين ما سمعش كلامه وكان مصمم يمشي باش ياخذ كيس الروز. وكيجي لين وكيشوف المدرب ليو هو كيتقاتل مع طالب ياباني وليو كيقدر يهزم الطالب الياباني وكياخذ كيس الروز. وكان تعرفوا من بعد على اللواء ميورا، وميورا هو اللي منظم هذه المباريات القتاليه كلها. وكيقول للمساعد ديالو بغيت نقاتل جيب لي 3 المقاتلين صينيين ونبين لهم ان القتال الياباني احسن من الصيني. وفعلا جابوا 3 المقاتلين وكان من بينهم لين. واستعد ميورا باش يقاتلهم ب3 وكيبدا القتال وميورا كيضربهم واحد مورا الاخر و3 كيتصدموا من قوه ميورا وكل واحد كيجي من ورا الثاني ولكن كل واحد كياخذ حقه. جوج منهم كيعلنوا الاستسلام ولكن لين ما بغاش يستسلم وكيهجم على ميورا، ولكن ميورا كيضربو بعنف وكيعطيه ضربات في وجهه وفي صدره. ولين كيحاول يضربو ولكن ما قدرش وميورا كيقول ليه استسلم واش باغي تموت. وفي هذه اللحظه لين دفل الدم على وجه ميورا وميورا تعصب وكيضربو بقوه في قلبه وللاسف لين مات من قوه الضربه. وفي النهار الثاني اي بي كان في المنجم وكيشوف العلبه ديال لين اللي كان كيقلب عليها وبدا كيقلب على لين ولكن ما لقاش. وبدا يسول العمال الا شافوا لين ولكن كلهم قالوا ليه ما جاش اليوم. وجا المترجم ليه وكيطلب مقاتلين باش يقاتلوا واي بي كيمشي لعنده وقال ليه فين لين ولكن لين ما بغاش يقول ليه راه مات في القتال. واي بي كيقرر يمشي مع ليه باش يتقاتل. وفاش اي بي وصل لحلبة القتال كيشوف المعلم ليو كيدير جهده باش ياخذ الروز ولكن ليو كان طماع وطلب 3 المقاتلين يابانيين باش ياخذ 3 الاكياس ديال الروز واللواء ميورا وافق وبانوا 3 المقاتلين. في البدايه ليو كان كيتقاتل مزيان وكان ممكن يربحهم كاملين ولكن 3 هجموا عليه دقه واحده فليو قرر يستسلم. ولكن فجاه العقيد الياباني ضرب ليو بالقرطاس وطاح ليو فوق كيس الروز اللي كان كيتقاتل على قبله. واي بي شاف اللي وقع وتصدم وقال ليه علاش قتلتيه بالقرطاس. وميورا تعصب وقال العقيد علاش طلقتي القرطاس واش انا قلتها ليك. العقيد قال ليه ضربته حتى خدا الروز واخا خاسر. وميورا قال ليه هاد بلاصه ديال المباريات وما تبقاش تاخذ القرارات من راسك ولا غادي نقتلك. واي بي سول لي واش لين مات وهو كيتقاتل فلي قال لي فعلا اللي مات وهو كيتقاتل. فاي بي تعصب ودخل الحلبه وتحدى 10 المقاتلين لي وميورا تصدموا من كلامه وميورا وافق
وجاب ليه 10 المقاتلين وبدا القتال. واي بي هجم عليهم بكل عنف وهرس عظامهم واحد مورا الاخر، وهما كيحاولوا يضربوه ولكن ما قدروش. واي بي ضربهم ضربات خويه وكل واحد سلخو، شد واحد منهم وهرس ليه القفص الصدري، وفي الاخير ما بقى غير واحد، واي بي شدو وضربو في وجهه حتى غيب. اي بي كان عيان من الضرب وكل المقاتلين جمعوا عليه، ولكن ميورا وقفهم وسلموا 10 الاكياس ديال الرز لاي بي حتى غلب 10 المقاتلين. وميورا قال اي بي تعال مره اخرى، ولكن اي بي قال ليه ما جيتش باش ناخذ الرز. والمترجم قال لميورا اي بي قال لك غادي يرجع مره اخرى. وميورا سولو على سميتو فجاوبوا اي بي انا غير رجل صيني، ولكن المترجم ترجم ليه غلط باش ما يوقعش مشكل. اي بي خدا كيس الرز اللي فيه دم ليو وعطاه لعائله ليو، واي بي صرفخ ليه وقال ليه انت خائن، خنتي بلادك وعائلتك. جاوبوا لي بالله انا ماشي خائن، انا كنت فقط كنترجم، وحتى انا محتاج الماكله بحالكم. واي بي قال ليه كيفاش غادي تاكل وانت كتشوف ولاد بلادك كيموتوا، وخلاه ومشى. واي بي مشى في شوارع المدينه اللي تدمرت من الاحتلال الياباني وهو غضبان على الخراب اللي وقعت فيه. ورجع اي بي لدارو وعطى لمراته الماكله اللي كان مخبيها على قبلهم. وتشينغ شافت الجرحات اللي في يده وخدات الدواء وبدات تتعالج فيه. قال لي هذا العالم قاسي بزاف وانت الوحيده اللي كتعامليني بلطف، وانا حاسب راسي ما عنديش قيمه في هذا العالم. ولكن تشينغ طمناته وقالت ليه كل شيء غادي يكون بخير. ومن بعدها كنشوفوا سياره تابعه لمصنع الملابس ديال تشوان، ولكن جين دار فخ لهاد السياره وصحاب جين هجموا على السياره ومن بينهم كان يوان. وصحاب جين رجعوها للمصنع ديال تشوان. جين شاف تشوان وضربوه وقال ليه سرقت السلعه من السياره ديالك، الا بغيتيها خصك تشريها مني. تشوان قال ليه انا ما عنديش الفلوس. فجين ضربو وولد تشوان جا وبغى يدافع على باه، ولكن جين ضربو حتى هو. ورجال جين زادوا ضربوا تشوان حيت ما عندوش الفلوس. فولد تشوان مشى بسرعه عند اي بي وقال ليه اعتقنا راه العصابه هجموا علينا في المصنع. اي بي مشى مع الولد للمصنع، وفي نفس الوقت جين قال تشوان غادي نرجع لك مره اخرى وخاصك تجيب الفلوس اللي قلت لك. ومن بعدها وصل اي بي، ولكن جين واللي معاه كانوا مشاو. تشوان قال اي بي خصك تعلمني فنون القتال باش نقدر ندافع على راسي. وكل العمال قالوا اي بي نفس الحاجه وطلبوا منه يعلمهم فنون القتال، واي بي وافق وبدا يعلمهم في الشارع. ومستواهم تحسن بسرعه في ظل تدريبات اي بي. وكان رجعوا للواء ميورا اللي كيسول علاش اي بي ما جاش، وطلب من ليه باش يمشي يجيب اي بي. ليه ما بغاش وقال ليه ما نعرفش كيفاش نوصل ليه. فالعقيد ضرب ليه بزاف وهانو، وليه بزز منه مشى عند اي بي وقال ليه ميورا بغاك باش تقاتل معاه، ولكن اي بي رفض. وليه قال ليه ما غاديش نقدر نمشي بلا بيك. في واحد اللحظه اي بي كيشوف العقيد الياباني كيلعب مع ولده بالفردي، فخاف على ولده وداه بعيد. والعقيد فاش شاف مرات اي بي عجباتو وكان باغي يمشي ليها بكل وقاحه، ولكن اي بي ضربوه وطيحوه على الارض. والعسكر حاولوا يدخلوا، ولكن اي بي شدهم كاملين وعطاهم العصا. ومن بعدها قرر اي بي ياخذ ولده ومراته ويمشيو لبلاصه اخرى حتى ما بقاوش حاسين بالامان. ولكن من بعدها العقيد شد ليه وبدا كيعذب فيه حتى رجع ليه وجهه كله دم. والعقيد قال ليه كيفاش خليتي اي بي يهرب؟ فلي جاوبوه راه كان قدامك علاش ما شديتيش ولا حقرتيه غير عليا. في الاخير العقيد بدا يضرب فيه حتى وقفوا ميورا، وميورا امر باش اي بي يجي لعنده. ولي رجع لبيتو كان مدقدق مزيان وكان مخبي اي بي وعائلته في الدار. واي بي شكل واحد خباهم عنده وقال لمراته خصنا نمشيو ونهربوا لهونغ كونغ، وتشوان غادي يساعدنا باش نغبروا من هنا. في النهار الثاني وصل جين والعصابه لمصنع تشوان، ولكن هاد المره رجال المصنع قدروا يتعلموا فنون القتال وقادين باش يدافعوا على راسهم. جين امر صحابو يهجموا عليهم وقعت مقاتله قويه بيناتهم، ولكن العمال ما كانوش قويين مزيان باش يصبروا ضد صحاب جين. ولكن اي بي تدخل وقدر يعاونهم، شد صحاب جين وهرس ليهم عظامهم. من بعد حبس باش يتكلم مع جين، وجين قال ليه انت ديما في طريقي، ما بقيت لا قادر نسرق ولا نفتح مدرسه بسببك. اي بي قال ليه انا ماشي في طريقك، انت اللي كل تصرفاتك غلطه. جين قال ليه واش جربتي تموت بالجوع؟ اكيد لا، هذا الاحساس غادي يحس به غير فقراء بحالي. جين امر صحابو يهاجموا، ولكن واخا مسلحين ما قدروش يغلبوا اي بي، وخدم قوته وقضى عليهم واحد مورا الاخر. جين حاول يضرب اي بي بالمدرة، ولكن اي بي خوا بها وحيد عصا وضربوا بها. وجين امر ايوان باش يعاونهم لقتل اي بي. ايوان كان متردد في الاول، ولكن سمع كلام جين ودخل في المقاتله. ولكن واخا بجوج ما قدروش يقربوا من اي بي دقدقهم بالعصا وقدر يغلبهم. جين جمع اصحابه ومشاو وكلشي تفرشخ. فاش كان ايوان ماشي معاهم اي بي وقفوا وقال ليه واش فاهم شنو كدير؟ كتسرق ولاد بلادك؟ هاد العلبه كانت ديال خوك. ايوان قال ليه ما بغيتش نسمع سميتو ولا شي حاجه منه. اي بي قال ليه خوك قتلوه اليابانيين وفي هاد المده كامله كان كيقلب عليك. ايوان حزن عليه بزاف وبكى وخدا العلبه من اي بي، وفاش فتحها خرجت منها الطياره الورقيه ديالو. وبكى ايوان وفهم بلي خوه كان كيفكر فيه في هاد المده كامله. في الليل اللي جا عند اي بي وقال ليه ميورا عارف انك كنتي في المصنع
وكيحاول يسول الناس باش يعرف بلاصتك، ما تمشيش عنده عاوتاني. ولكن اي بي قرر يمشي باش يساعد الناس اللي في المصنع، والعقيد شافو وكان باغي يقتلو، ولكن ميورا تدخل وحبسوه وقال ليه اي بي انت مقاتل واعر، بغيتك تعلم الجنود اليابانيين كيفاش يتقاتلوا بحالك. ولا ترجم ليه اش قال ميورا، ولكن اي بي قال ليه مستحيل نعلمكم اي حاجه، ولا بغيتي تشوف القتال اجي قاتلني. فميورا وافق وقبل التحدي وامر العسكر يديوه للحبس. اي بي فاش كان غادي قال تشوان خذ مراتي وولدي لهونغ كونغ. وميورا دخل على اي بي في الزنزانه ومعاه غداه وقال ليه فكر مزيان ووافق باش تدرب الجنود اليابانيين. اي بي رفض وقال ليه نتوما محتلين بلادي وكتقتلوا في الشاب بلا رحمه، مستحيل نوافق. ورفض اي بي حتى ياكل من الماكله ديالهم، حيت الماكله مسروقه من الشعب الصيني الفقير. وميورا خلاه ومشى. من بعد تشوان خدع عائله اي بي باش يديهم لهونغ كونغ، ولكن تشين كانت رافضه تمشي وبغات تبقى مع راجلها وقالت ليه خصني نكون معاه، وربما هذه اخر معركه غادي يلعبها في حياته. وتشوان كان متردد وما عارفش اش يدير. في هذه اللحظه ميورا وجد حلبه كبيره في وسط مدينه فوشان، وكانوا الناس الصينيين كثار كيتفرجوا. اي بي وصل وتفكر فاش العقيد جا الحبس وقلب عليه الماكله، وفاش العقيد هدد اي بي وقال ليه الا ربحتي الكومبا غادي نقتلك. ولكن اي بي كان رافض يخضع للجيش الياباني، ووقف قدام ميورا وميورا هجم عليه بسرعه، ولكن اي بي طاكا كل الضربات، وكان واضح بالله هو اقوى من ميورا. ولكن حتى ميورا ما كانش مقاتل سهل، وكان قريب ما يطيح اي بي. ولكن اي بي ركز ورجع هجم على ميورا، وواخا ما كلاش مده طويله كان مازال قوي وعطاه ضربات زعزعوه، وكينتقم لكل الصينيين اللي تعذبوا على يد الجيش الياباني. اي بي قدر يطيحوا على الارض وعطاه ضربات قويه، ولكن لي شاف العقيد حط يده على السلاح. وفي هذه اللحظه كتوصل عائله اي بي ومعاهم تشوان، واي بي صافي يسيطر على القتال، وميورا ما قدرش يتحمل. اي بي زيرو مع عمود وعطاه الضربات بكل جهده، وخدم كل تقنيات الكونفو اللي تعلمها لدرجه كان قريب يقتلو، ولكن ما دارش هذا الشيء حيت اصلا ميورا تقاداو ليه. الصينيين فرحوا بانتصار البطل اي بي وكلهم كيحيوه. هنا اي بي شاف عائلته وسط الناس، ولكن الفرحه ما كملاتش حيت العقيد ضربوا بالقرطاس وطاح اي بي على الارض. الناس كلها تصدمات وهجموا على العسكر اليابانيين على قبل البطل اي بي، ولكن لي يقدر يقتل العقيد المجرم ميوان. وعائله اي بي تجمعوا عليه وخداوه في سياره تشوان وهربوا لهونغ كونغ. ومن الزهر اي بي كان مازال عايش وسقف في مدينه هونغ كونغ، وبدا كيعلم الفنون القتاليه، وكمل بقيه حياته كيعلم الناس هاد الفنون. وعدد التلاميذ ديالو فات 2 مليون، ومن اشهر التلاميذ اللي تعلموا من اي بي كان بروسلي. حيت قصه اي بي كانت حقيقيه. ومن بعد 8 سنين من الاحتلال الياباني، اليابان قررت تخرج من الصين، ولكن اي بي ما مشاش من هونغ كونغ وبقى عايش حياته تما. كانت هذه نهايه الفيلم، وكالعاده ما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه باش تفرجوا في الملخصات الجديده. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.